لما اتكلمنا في مجلس الامناء، في مجلس امناء ناس نشيطه وفهمت دورها كويس جدا وكانوا قاضيين على التعاون. مجلس الامناء ده بس انا عايزه افهم الفرق بينه وبين مجلس الاباء. هو ده هو اللي بيبقى جوه المدرسه، هو اللي جوه المدرسه بيتجمع تواصل. كل شهر او على حسب يعني على حسب المشاكل او على حسب حاجه بيتم دعوتهم. بيبقوا 3 اجزاء. الجزء الاول بيبقى جزء من المعلمين وجزء من المهتمين بالتعليم وجزء من اولياء الامور، يعني هو 3 اجزاء. الجزء ده المجموعه دي لما انا كمدير مدرسه واجي اقول انا عندي مشكله في 1 2 3، تمام، مجلس الامناء يقدر يساعدني فيها. يقدر يساعدني فيها مش ماديا فقط، يعني انا مش بتكلم على ماديا يعني فقط، كمان على المشاكل اللي بتحصل للاولاد كمان. طبيب مثلا في المدرسه تمام، واقول له انا عندي فعلا مشكله ان الولاد على الحصه الثالثه، كل المدرسين بيقولوا الحصه الثالثه والرابعه الولاد بدات تخدل وتنام. تمام. فيجي الدكتور ويجي يعمل ندوه ويجي يقول انا ان شاء الله باذن الله هفضلكم يومين هنكشف على كل الطلبه وهعمل لكم يعني زي تشيك اب عليهم يعني. ويقيس الطول ويقيس الوزن ويقيس. ده جميل. دي مشاركه مجتمعيه طبعا، دي مشاركه وفكرة مجتمعيه. فكره جميله وبتطمن الاباء والامهات. انا على الولاد. بوجه دلوقتي كل اب كل ام في كل مدرسه في المدينه في القريه اسال على مجلس الامناء. ابدا شارك فيه، خليك ايجابي. تمام، خليك ايجابي. ولو المدير ما بعتلكش الجواب بتاع الدعوه، حضرتك روح اسال فين امتى مجلس الامناء ومجلس الاباء واحضر. ولو انت عندك القدره والوقت انك تساهم وتكون ايجابي فيه، رشح نفسك. بالظبط. يعني زمان كان في كده بنشوف اهالي بيبقى عندهم مبادره ان هم يرشحوا نفسهم في مجلس الاباء ده ويبقى ليهم دور في المدرسه. هتقعد تتكلم مع المدير، هيعرض عليك الخطط. خطه الضعاف، انا عندي النهارده 45 طالب في مدرسه ابتدائيه مثلا مش هيعرفوا يقولوا يكتبهم. طب هنحلها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ اللي نعمل لهم مجموعات. طب المجموعات دي هتبقى فين؟ هتبقى في المدرسه. لازم جوه المدرسه.